فيلمنا لليوم ببلش بالقطب الجنوبي، وفجأة بنشوف سوبرمان وهو بوقع بعد معركة صعبة لأنه حاول يمنع احتلال عسكري من دولة اسمها بورافيا ضد دولة ثانية اسمها غورنبور. بيكون مبين عليه آثار الضرب ومش قادر يحرك جسمه، وبصفر لكلبه اللي اسمه كريبتو، بطلب منه ياخذه على البيت، وفعلا بيسحبه ناحية البيت اللي بيطلع من تحت الأرض والمعروف باسم قلعة العزلة، وهالبيت ما بيفتح إلا بوجود سوبرمان. وقتها الروبوتات اللي بالمكان بركضوا على سوبرمان علشان ياخذوه ويعالجوه. بتكون شغالة رسالة من أهله الحقيقيين اللي هم من كوكب كريبتون. الرسالة بتكون عبارة عن أبوه وأمه، وهم بيحكوا له إنهم بيحبوه كثير، وإنهم بعثوه لكوكب الأرض عشان ينقذوه من المصير اللي مستني كوكبهم، وإنه هو أملهم الوحيد. لكن فجأة التسجيل بيقطع، وبنعرف إنه باقي الرسالة ضاعت وهي بطريقها لكوكب الأرض. وبنشوف إنه الروبوتات عرضت سوبرمان لأشعة الشمس اللي بتقدر إنها تعالجه بنفس الوقت من أي أضرار، بس الروبوتات بتحكي له إنه ما تعالج بالكامل ولازم يرتاح، بس هو برفض وبحكي لهم إنه لازم يرجع لمعركته مرة ثانية. وفعلا بطير وبتحرك باتجاه المعركة. بعدها منشوف واحدة من البشر المتحولين، وبنعرف إنه اسمها أنجيلا، وبتكون بتدور على سوبرمان بس ما بتقدر تحدد مكانه. بس فجأة بتشوفه وهو طاير من فوقها، وبتبلغ قائدها إنه رجع مرة ثانية للمعركة. بعدها منشوف كائن غريب واللي اسمه هامر، وبضل يخرب بكل المدينة، وبنعرف إنه هو اللي كان بالمعركة مع سوبرمان وقدر يتغلب عليه. بعدها بنروح لواحد اسمه لوثر، وبنعرف إنه بكره سوبرمان كثير، وإنه هو اللي عمل هالكائن مخصوص عشان يحارب سوبرمان فيه ويقضي عليه. وقتها بيكون سوبرمان وصل مرة ثانية بفوت بمعركة مع هامر. بنلاحظ إنه لوثر بيكون هو المتحكم بهامر خلال المعركة عن طريق أكواد بيبعثها إله عشان يضربوا ضربات معينة، وهامر بيكون متفوق على سوبرمان وبيقدر يقضي عليه وبرميه بقوة كبيرة كثير باتجاه الأرض. بنعرف إنه لوثر ظل سنين يدرس حركات سوبرمان لحد ما قدر يصنع هامر ويبرمجه عشان يتوقع كل حركة من حركاته ويقدر يقضي عليه بكل سهولة. سوبرمان بيكون مرمي على الأرض، وبنشوف واحد من الواقفين بيحاول يساعده وبحكي له إنه هو ساعدهم كثير قبل هيك وإنه أجى الوقت عشان يساعدوه. ولما بيحاول يطير مرة ثانية عشان يرجع للمعركة ما بيقدر، والناس كلها بتصير متعاطفة معاه. بنلاحظ إنه لوثر اتعرف على الشخص اللي ساعد سوبرمان اللي اسمه مالك. بعدها أنجيلا بتتواصل معه وبتخبره إنها عرفت مكان قلعة العزلة، ولما قربت منها اختفت بالكامل تحت الأرض، فبطلب منها ترجع لعنده. بعدها بنشوف هامر وصل لقاعدة عسكرية وبفوت منها على بوابة بتراجعه للمقر الرئيسي تبع لوثر، والكل برحب فيه وبكونوا مبسوطين منه كثير. ثاني يوم بنشوف كلارك اللي هو سوبرمان وهو بطريقه لشغله العادي، وبنعرف إنه شغال صحفي، وهو بفوت على الشركة بشوف حدا بقرأ مقالة عن الكائن الغريب اللي اسمه هامر وعن الأضرار اللي عملها بالمدينة. وبنعرف إنه كلارك هو اللي كاتب هاي المقالة بعد معركته معه. بعد ما يفوت على شغله بتيجي مكالمة من أمه وأبوه بالتبني عشان يباركوله على المقالة اللي كتبها لأنها طلعت ترند وتصدرت عناوين الصحف.